اصحى يا نايم وحد الدايم، رمضان كريم. النهارده هنعمل السحور. طالما انتوا عرفتوا البدايه يبقى كده هنعمل حاجه دايما تتحط ولازم واساسيه في السحور، اللي إيه بقى؟ هي الفول. لازم طبق الفول كده عشان الواحد يضربه وبعد كده ما يحسش بقى اللي هو جعان بقى طول اليوم والحوارات دي. بس فعشان النهارده هنعمله بطريقه جديده وفكره جديده ويا رب تعجبكم. يلا بينا. يلا بينا نبدا. هبتدي بقى، حطينا طاسه وحطينا فيها شويه زيت سمنه، سواء الزيت بيبقى حلو، وبصل قطعته شرايح او مكعبات. نقلبه. احط معلقه صغيره ثوم مفروم، عايزينها بقى تبقى سبايسي حطوا فلفل طويل متقطع شرايح كده. عايزينها مش حراقه قوي علشان لو عندكم اطفال حطوا فلفل اخضر او فلفل الوان. بس بقى احط الفول. طبعا الفول كان في الفريزر عشان متلج، هنسيبه بقى يفك شويه على النار وهنغطيه ونرجع لكم تاني بعد ما يفك. بعد ما الفول فك معانا بقى نحط شويه فلفل اسود، شويه كمون، ورشه من الملح، ما تكترش ملح، نعصر ليمونه، وقلبي قلبي قلبي. يلا بينا بقى على المرحله الثانيه. احنا كده حطينا بقى الفول في الطاجن عشان هنحط عليه الجبنه الموتزاريلا من فوق وهندخله الفرن. طبعا احمد دلق شويه فول زي ما انتم شايفين كده على الترابيزه، يعني ما شاء الله. هنعالجه كده بقى الجبنه الموتزاريلا. وعلى طول بقى على الشوايه. انا عايز بس الجبنه تسيح، مش عايزين اكتر من كده، احنا هنسيح الجبنه بس مش هتاخد لون، هتسيح فقط لا غير. لان لما الجبنه بتاخد لون وتبقى لونها ذهبي ما بتفقد المطه بتاعتها. بس وكده دخلنا اهو الطاجن في الفرن، يا دوبك بقى الجبنه نسيح ونطلعها ونقدمه معاكم. طبق فول بقى بجد حاجه حلوه جدا وحاجه سهله جدا وسريعه جدا، ما بتاخدش اي وقت، يعني احنا ما خدناش وقت خالص في عمايله. وصفة السحور خلصت معانا وما خدتش اي وقت خالص. اسرع وجبه سحور ممكن تعملوها واسهل وجبه وكمان بطريقه مختلفه. يا رب تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. وكمان ان شاء الله الفيديوهات الجايه هنبتدي ننزل وصفات للسحور عشان الواحد يجدد، ما يبقاش كله روتين روتين روتين. وطبعا زي ما اتعودنا في نهايه كل فيديو ما تنسوش تجربوها عشان وتقولوا لنا رايكم وتعملوا لايك وشير وكومنت حلو بينكم وفولو على الفيسبوك. ولايك وشير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.